عارفك وحافظك. يعني لو كنت مستني الزمالك يخسر النهارده عشان خيبتنا تتدارى. والله كنت الناس كانت مستنيه الزمالك تخسر النهارده عشان تشمت، وعشان اللي يعمل فيديوهات، واللي عشان يفرح، واللي عشان يتريق، عشان زي ما هما بيعملوا مثلا، او المعظم منهم بيعملوه، وتداري على خيبتنا. زي ما في ناس كتير سابت الخيبه بتاعتنا امبارح، وبتتكلم على بيراميدز انها طلعت. والله سايبين خيبتنا ورايحين يتكلموا على بيراميدز انها طلعت. وتيجي تبص النهارده كابتن محمود منزل بيان، اقسم بالله ما في ولا كلمه مفيده. البيان كله الفتره القريبه، الفتره القادمه هيعمل ايه. ما قالش هيعمل ايه في البيان خالص. ما فيش الا الكلمه المفيده اللي قالك احنا مسؤولين عن الحاجات اللي حصل اللي بتحصل الموسم ده. دي الحاجه الوحيده. قالك عندنا اخطاء في الاداره واخطاء فنيه في الموجود. ولا قال المدرب هيمشي، ولا قال اللعيبه هتتعاقب، ولا قال في وقف مرتبات، ولا قال في غرامات، ولا قال في لعيبه لازم تمشي، ولا قال اي حاجه خالص. هو البيان احنا في اخطاء، بان نص صفحه كامله عريضه كامله. كله الفتره القادمه هنعمل ما قالش حتى هنعمل ايه. هتعمل ايه يا كابتن محمود الفتره ايه؟ قعدنا انا والكابتن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور وقررنا الاتي: الفتره القادمه كل نقطه كده 17 نقطه، كل نقطه الفتره القادمه. الفتره القادمه شوف الزمالك بيعمل ايه. يعني المفروض اصلا نقول لهم مبروك النهارده. والله بجد. يعني هتقولي ما هم بيلعبوا توه ولا بيلعبوا مش عارف ايه. طب والشوط التاني ما كانوا وحشين. طب اتفرج على عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه بيعمل ايه. يعني الشوط الاولاني شوط تلاقي بيشوط، يعني عبد الله السعيد بيشوط رفعات كله بيرفع. حتى بيزيرا اللي هو كان جاي اناني، اللي هو كان عامل فيها تريزيجيه ما بيباصيش لحد، بيرفع وبيعرض. الراجل نازل اصلا بيلعب بفرودين، تخيل. بيلعب بفرودين، واحنا النادي الاهلي ما بنلعبش ولا فرود، ولا عند ولا في وسط، ولا في وسط ارضنا ولا بره. بيلعب من غير فراوده. هو بيلعب هنا في ارضه، بيلعب باتنين فراوده. الراجل عايز ينزل يكسب. لعيبه عايزه تنزل تكسب، لعيبه عندها دم، في روح، في اي حاجه، في صدقوا اللي هم فيه. خلاص صدقوا اللي هم فيه اول دوري وخلاص، وبيصعدوا في الكونفدراليه. الدور بندري خيبتنا ليه؟ بندري خيبتنا ليه وعايزين الزمالك يخسر؟ انا مش مبسوط انه مش فرحان ان هو كسب، بس ما ندريش خيبتنا في حاجه تانية. ده اللي ما بيحبش النادي. اتكلم عن البيان اللي نزل، قول له في ايه يا كابتن في البيان ده؟ فين القرارات اللي في البيان؟ ايه الفتره القادمه؟ ايه الفتره القادمه ان شاء الله؟ يعني هنعمل ايه؟ طيب الموسم خلاص بيخلص حضرتك. المدرب هيكمل ولا قاعد؟ في لعيبه هتمشي ولا مش هتمشي؟ اللي عايز يمشي، ما في لعيبه كتير عايزه تمشي. اتكلم عن الزمالك بيعرضوا لبعض، بيبصوا لبعض، فرحانين ان هم بيكسبوا. مش احنا. تريزيجيه بيلم وبيشوط، والتاني داخل عليه امام عاشور عشان بيتعازموا على مين يشوطها. مش يجي ضربة جزاء نتخانق عليها. مش يشوف مين خد مان اوف ذا ماتش راجل المباراه ونبص له. ده بقالها فتره، يعني مش من دلوقتي. والناس اللي بتطلع تقول لك امام عاشور احسن واحد ده لعيب في مصر، لازم نديله فلوسه، ولازم نعمله اللي هو عايزه. طب تيجي تبص لامام عمل لنا ايه امام حضرتك؟ بص لزيزو اللي بياخد 100 مليون عمل لنا ايه يا حضرتك؟ ده يا عم ده ما بياخدش ال 100 مليون، ده كلام. ده اللي مش معلن. احنا هنضحك على بعض. مش فاهم حاجه، هنضحك على بعض. ربنا يسامح كل واحد بيقول انه اهلاوي وما بيحبش النادي. شفت حد يتكلم النهارده على البيان؟ ما شفتش حد يتكلم على البيان. كله كان مستني الزمالك يخسر. ليه نطلع نحفل ونطلع نتكلم، نطلع ندير على خيبتنا؟ شغل اللجان بقى، وشغل اللي هم بيقولوا عليه اللجان طب وايه يعني؟ ما تجيبش سيره الاداره ليه حضرتك يعني؟ إيه مالها الاداره؟ مش فاهم يعني. ما هو كل حاجه ما هو اصل المدرب وحش. ما هو حضرتك الاداره اللي جايبه المدرب الوحش ده. الصفقات مع حضرتك الاداره اللي جايبه الصفقات دي، مين اللي جايب كام؟ وش لازم والمدرب اللي نزله في الدقيقه 85 هيعمل ايه حضرتك؟ بيقول لك الزمالك بيلعب من اول ماتش في الودين عادي، وبيعرض وبيشوط. هتقول لي ما هو طب على الاقل، على الاقل بس. لا، حتى لو ما كانوش كسبوا النهارده، او مش هم اول دوري، الجمهور رايح بينبسط. رايح خلاص، رايح يعني. هم المفروض هي الكوره، المفروض انت بتتفرج على الماتش تبقى مبسوط. سيبك بقى ان انت كسبت الدوري الابطال، خدت الدوري العام، خدت الكونفدراليه، كسبت ماتش، ما كسبتش، تعادلت، خسرت.
ايا كان، بس الماتش انت استمتعت بالماتش. مفيش بقى انت بعت لي ماتش في النادي الاهلي بقى انت استمتعت بيه غير ماتش الزمالك اخر 10 دقايق لما حسين الشحات نزل في ماتش تاني؟ مفيش ماتش. هتقول لي بقى طب ما الموسم اللي فات برضو كان كده، كان نفس الكلام، ما كناش حلوين وكنا بنكسب. السنه اللي فاتت لو تفتكر، السنه اللي فاتت عملنا ماتش واحد بتاع سيراميكا، بتاع اول ماتش في الدوري بتاع 5-2، وماتش العين. ماتش العين فاكرينه؟ الماتش العين فين؟ هات لي ماتش تاني لعبناه حلو. مفيش، مش هتلاقي. في الدوري ده في ماتش لعبناه حلو. الماتشات اللي كنت فايز على سيراميكا واحد بالعافيه بتاع جون تريزيجيه اللي قعد يعمل لك كده. فايز على مين تاني؟ على سموحه بجون لما كان بالعمري شاطها ورجعت واتردت واتشاطت. في مين تاني متعمد خسران من بيراميدز؟ انت بتعادل بتاع 19 مره في الموسم ده، 19 ماتش متعادلهم اصلا. خسران من بيراميدز عادي، بتخسر من طلائع الجيش عادي، تتعادل مع انبي عادي، بتتعادل مع المصري عادي، اي فرقه بتتعادل معايا عادي وبتسجل فيا عادي. مفيش كوره، مفيش يعني، ما في يعني. طب ايه؟ طب انت تجيب مين تاني؟ او ندي الامام اللي هو عايزه، بعد ما ندي اللي هو عايزه هيطلع كوره؟ ما هيطلع نار من بقه؟ طيب ما هو هندي الامام اللي هو عايزه، هنخلي مروان يعمل زيه، هنخلي ياسر ابراهيم يعمل زيه، ما هنخلي الفرقه كلها حتى اللي لسه جايين هيعملوا زيه يعني. اما نلاقيه باللي هو عمله وخد اللي هو عايزه، طب ما كله هيعمل زيه. وبعد ما نعمل اللي هو عايزه لو جاله اكتر هيروح في الحته اللي جاي له اكتر فيها. خلاص ما حدش بيلعب عشان النادي. خلاص فين يا كابتن؟ نزل بقى القرارات يا كابتن بدل الفتره الجايه مش الفتره الجايه. اللي هيلعب عشان النادي اهلا وسهلا، مش عايز النادي ومش عايز يلعب يتكل على الله. اللعيبه ايه بقى اللي فارق معاه؟ طلعوا من افريقيا. ايه اللي فارق مع اللعيبه دلوقتي حاليا؟ مفيش. كله واخد تليفونات وكله على الانستجرام منزل، وكله اللي هيطلع في برنامج هيطلع، واللي عنده اعلان هيعمله، والمرتب نازل والمكافآت موجوده والحوافز موجوده والاعلانات موجوده والفلوس كلها موجوده. خصمت لحد حاجه؟ محدش خصم له حاجه. نزل قبل كده الكابتن وليد قال لك الماتش اللي هنتعادل او هنخسره في الدوري هينزل غرامات على اللعيبه. خسرنا من طلائع الجيش، ده كان قبل ما نخسر من طلائع الجيش، وقبلها كسبنا المقاولين 3-1 وما كناش حلوين، وقبلها كنا متعادلين. فقال لك لو تعادلنا تاني في غرامات. لا، ده احنا خسرنا يا كابتن وليد، خسرنا مش تعادلنا. في غرامات نزلت؟ ما فيش غرامات نزلت. اللعيبه عادي، اللعيبه ما تشدتش. مبروك للزمالك، وهارد لك لبيراميدز، وهارد لك للنادي الاهلي. من غير تعصب ومن غير حاجه، لعيبه ما عندهاش دم، مش هنقعد نتعصب، ولا مدرب ولا اداره ولا جول. حتى الاداره مستنيين تقول اي حاجه، قالت لك عندنا اخطاء وان شاء الله قريبا، انتظرونا قريبا هنعمل اللي انتوا عايزينه.